وسط الأزمات الدولية، انطلاق قمة الفرنكفونية في تونس بمشاركة 31 من قادة دول العالم، أهمية من أي وقت مضى، وذلك ردًا على تصاعد الانتقادات الموجهة إليها، ومن بينها ما كتبه الكاتب السنغالي أمادو لامين صالح في مقال، إذ قال إن الفرنكفونية لا ترى لا تسمعين على النطاق الدولي مخاوف على الديمقراطية. ويتحدث مسؤولون كنديون عن مخاوف بشأن المشاركة الديمقراطية في تونس منذ أن قرر الرئيس سعيد في 25 من يوليو تموز الماضي احتكار السلطات في البلاد، مشددين على أن كندا ستثير هذا الموضوع خلال اجتماعات القمة. لكن وبالتزامن مع القمة تعيش تونس أزمة سياسية حادة، ومنع متظاهرون من الوصول إلى جزيرة جربة مكان انعقاد القمة للاحتجاج على استمرار فقدان مهاجرين غير نظاميين في البحر منذ نهاية سبتمبر أيلول الماضي، وصدتهم قوات الشرطة باستعمال الغاز المسيل للدموع. وتستضيف تونس الاجتماع بعد تأجيله مرتين، الأولى عام 2020 بسبب كوفيد-19، ثم في خريف عام 2021 بعد الإجراءات التي اتخذها سعيد، وينظر إليها على نطاق واسع على أنها تنهي تجربة ديمقراطية رائدة في العالم العربي. وترى المعارضة السياسية في البلاد، وفي مقدمتها حزب النهضة، أن ما قام به سعيد انقلاب على الثورة، في حين يؤكد الرئيس أن قراراته تصحيح لمسار الثورة.